انا البنت اللي هربت مع حبيبها علشان نتجوز لما اهلي رفضوه. وبعد ما هربت معاه على امل ان احنا نتجوز، اخد اللي اخده من غير جواز. ومش بس كده، ما اكتفاش، لا جاب صاحبه واغتصبه. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الخلاصه. كان رساله جاتني على رسائل الصفحه من بنت بتقول ان هي كانت بتحب شخص، وكانت بتعشقه جدا، وكانت بتتمنى له رضا يرضى، وكانت بتحبه جدا، وما كانتش شايفه اي عيوب فيه، رغم ان هو لا عنده شقه ولا عنده وظيفه ثابته شغال يوم و10، لا، ولا عنده فلوس ولا عنده اي حاجه، ولكن كانت بتحبه. مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. فبتقول اتكلمت معاه وقلت له تعالى تقدم لي. قال لي هتقدم لاهلك ازاي وهقول لهم ايه؟ انا لا معايا فلوس ولا معايا وظيفه ولا معايا اي شيء ان انا اروح اتقدم لهم بيه. قلت له تعالى تقدم، وان شاء الله نعيش حتى في اوضه، او نعيش مع والدتك في نفس الشقه. انا راضيه باي حاجه، وانا هقف معاك وهقنع اهلي وهتكلم معاهم، وكده كده انا بشتغل وهساعدك. المهم بعد الحاح مني وصممت، راح جه واتقدم لاهلي علشان يخطبني. وطبعا والدي اول ما شافه وقعد معاه رفض رفض تام، وقال يا ابني انت لا عندك اي امكانيات ولا عندك اي شيء. انا قلت له انا راضيه وصممت. زعق لي وقال لي اتفضلي ادخلي جوه، ويا ابني الموضوع منتهي، لما تبقى جاهز اهلا وسهلا بيك. وما عندك الشقه وعندك الفلوس وعندك الوظيفه اللي تقدر تعيش بيها بنتي عيشه، مش هقول لك ميسوره الحال او بس المهم ان هي تبقى عايشه مطمنه معاك ومرتاحه. غير كده لا يا ابني، مش هينفع. ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي ترضى بظروفك. وتقريبا طردوا. طبعا نزلت قابلته تاني يوم وبقى عمال يزعق ويتكلم معايا بزعيق ومتنرفز. انت صغرتيني، انت قلتي مني، انا قلت لك بلاش ان انا اروح اتقدم، ولكن انت صممتي، وفي الاخر اهو شايف ابوك عمل مني ازاي، وقل مني ومرمطني وصغرني قدام نفسي. بصي يا بنت الناس، هو مفيش غير حلين: يا اما كل واحد يروح لحاله. ورحت انا قطعه، قلت له بس ما تتكلمش، انت بتقولي ايه؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ولا اقدر ان انا استغنى عنك. ما اوعى تقولها تاني ولا تتكلم ولا تقول كده. ايه الحل التاني؟ قول لي عليه بسرعه. قال لي الحل التاني ان انت تهربي ونتجوز. انا اتصدمت، قلت له اهرب واتجوز ازاي؟ انا اكسر باهلي واقل منهم واهرب واسيبك ازاي؟ واسيبهم ازاي واجيلك؟ طبعا قال لي خلاص يبقى انت من طريق وانا من طريق. قلت له لا ارجوك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا بحبك. وبقيت عمال اعيط. فراح قال لي طب خلاص، يبقى ما فيش غير الحل اللي انا قلت لك عليه. المهم بعد بقيت متوتره وقلقانه، وفي الاخر ما فيش عندي غير ان انا وافقت. خفت اللي هو يسيبني او يبعد عني. قلت له خلاص، لحد ما جه اليوم اللي خلاص قررنا فيه ان انا ههرب واسيب اهلي واروح معاه علشان نتجوز. وبالفعل استنيت في اليوم ده لحد ما الكل نام والدنيا بقت ليل ومفيش اي حد خالص صاحي. ولميت شنطة هدومي واتسحبت زي الحرامية ونزلت مشيت معاه. كان مستنيني تحت البيت في تاكسي، ركبت معاه ومشيت. قلت له احنا هنروح فين؟ قال لي احنا هنروح في شقة بتاعت صاحبي، هنروح نعيش فيها لحد ما ربنا يكرمني. هو صاحبي ده بيبقى مسافر، وربنا يكرمني واجيب اوضه كده بس ايه نعيش فيها، هنمشي بيها ايه ظروفنا. قلت له طيب خلاص ماشي. وبالفعل طلعنا على شقه صاحبه ده، وهو فعلا الشقه ما فيهاش اي حد. ودخلنا وقعدنا وكنا جايبين عشاء وقعدنا اتعشينا مع بعض. وقلت له طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنروح بكره للمأذون؟ رد عليا قال لي اصبري عليا بس، انت عارفه الظروف والعيشه وما معيش فلوس، والمأذون طبعا هيحتاج فلوس ومش عارفه ايه والكلام ده. رديت عليه قلت له ايه، طب انا معايا سلسله وخاتم، خدهم وبيعهم وادفع فلوس المأذون، وبالباقي اهو نمشي بيه حياتنا وظروفنا، وكده كده انا بشتغل والفلوس اللي هجيبها ادينا هنمشي ايه بعض بيها. قال لي ازاي بس اخد منك دهبك بدل ما انا اللي اجيب لك ومش عارفه ايه، وعمل عليا ايه شويه الشغل دول. قلت له ايه يا حبيبي، ما هم انت كده كده لما ربنا يكرمك اكيد مش هتستخسر فيا حاجه، وطالما احنا مع بعض اهم حاجه احنا مع بعض خلاص، مش لازم اي حاجه تانية. وفعلا اخد مني الحاجه، وفضلنا قاعدين مع بعض بقى سهرانين طول الليل، وبقى واخدني في حضنه وعمال يتكلم معايا لحد ما حصل اللي حصل، من غير جواز ولا حصل اي حاجه، وحصل المراد. بقيت عماله اعيط ومنهاره، وقلت له ازاي ده بس يحصل؟ احنا ما اتجوزناش. قال لي ما احنا كده كده يا حبيبتي احنا هنتجوز الصبح، وما تقلقيش، وكده كده انت مراتي قدام ربنا. وبقى ايه يطمني لحد ما نمنا وصحينا الصبح. قلت له طب ايه، يلا نروح
نبيع الذهب ونروح للمأذون. قال لي لا انا هروح ابيع الذهب، خليك انت هنا اجهزي كده يا عروسه يا قمر انت وتبقي حلوه كده ومستنياني، وانا هروح ابيع الذهب لغايه ما انت تجهزي وهاجي ونروح للمأذون. قلت له طب ما منزل معاك ونروح للجواهرجي وبعد كده نطلع على المأذون. قال لي يعني انت مش واثقه فيا؟ هو انت خايفه ان انا اضحك عليكي في فلوس الذهب مش عارفه ايه؟ وقعد ايه يعمل لي شويتين دول علشان ايه اصدقه. قلت له لا والله يا حبيبي انا بس عشان ما نضيعش وقت ومش عارفه ايه، انا مستعجله وعايزه ابقى مراتك، مستنيه اليوم اللي هبقى فيه مراتك فيه مش عارفه ايه. فراح قايل لي ايه خلاص يلا اتفضلي. قلت له لا خلاص طالما انت زعلت انا مش هروح. قال لي لا اتفضلي طالما انت مش واثقه. قلت له والله ما قله ثقه، والله خلاص انا مش هروح معاك، خلاص روح وانا هفضل مستنياك هنا. وفعلا نزل وراح هو عشان خاطر يبيع الذهب، وانا فضلت مستنياه، استنى ان يجي اتاخر، اتصل عليه تليفونه مقفول، قلقت بقيت مستغربه يا ترى في ايه. وفجاه لقيت الباب بيتفتح، فكرت هو، قمت عشان اجري عليه لقيت حد غريب داخل عليا من باب الشقه. قلت له ايه ده انت مين انت؟ راح ضحك ضحكه شريره كده وقال لي انا مين؟ انا يا حلوه اللي جاي اخد نصيبي منك. قلت له نصيبك؟ يعني ايه تاخد نصيبك مني؟ انت مين وابعد عني. ولسه هزعق لقيته فتح المطوه في وشي وقال لي لو فتحتي بقك ولا اتكلمتي انا هقتلك هنا. بقيت خايفه وبقيت عماله اعيط. قلت له فين ياسر؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ راح قال لي ياسر خلاص يا حلوه خد اللي هو عايزه ورماكي لانك انت رخيصه، خلاص هيعوز منك ايه تاني؟ ولقيته اتهجم عليا واغتصبني بالعافيه وخد اللي هو عايزه وطردني بره الشقه. وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه ارجع لاهلي. لو رجعت لهم هقول لهم ايه؟ هقول لهم انا بنتكم اغتصبت او ضاع شرفها ومن غير جواز؟ ما بقيتش عارفه اعمل ايه. وبعت لك رسالتي وبقيت مش قادره، انا مش عارفه اعمل. ومشيت نزلت وبقيت منهاره وماشيه في الشارع زي المجنونه لحد ما لقيت باب كده قديم وبيت حد قديم كده، خبطت عليه لقيت ست غلبانه وست كبيره فتحت لي عايشه لوحدها. فدخلت وبقيت عمال اعيط وحكيت لها ظروفي وصعبت عليها وقعدتني معاها وبقيت انزل اشتغل وهو بساعدها في شغل البيت وبقيت قاعده معاها لاني انا مش عارفه اعمل ايه. انا بعتلك مشكلتي علشان تنزليها ابقى للبنات كلها ان ياخدوا حذرهم وما يسكوش في اي حد، بس ارجوك بدون ذكر اسماء. ودي كانت المشكله. طب الخلاصه من الكلام ده كله ايه؟ الخلاصه ان انت يا بنت الناس انت اللي ضيعتي نفسك. الكلام ده انا بوجهه لكل بنت. لازم تكوني تعززي نفسك، لازم ان انت تبقي جوهره صعب الامتلاك، ما تبقيش سلعه رخيصه، تبقي في متناول الجميع. حافظي على نفسك، حافظي على اهلك، بلاش تمرمطي سمعه اهلك في الارض. اللي بتحب شخص استنيه لحد ما ظروفه تسمح ان هو يجيلك ويتقدمك ويجيب لك اللي انت كل اللي انت عايزاه واللي يستهلك. مش لازم حاجات تبقى اوفر، ولكن الحاجه اللي هو يبقى عنده وظيفه، عنده شقه يقدر يعيشك، ان انت ما تبقيش حاجه سهله ليه. لازم تكوني صعب الامتلاك علشان خاطر ما يمرمطش فيكي ويعمل فيكي اللي انت عملتيه. ولا يقول لك نهرب سوا. اللي يقول لك نهرب سوا ده ما بيحبكيش، ده عايز ياخد غرضه منك ويرميكي. حاولي ان انت بقدر الامكان تعززي نفسك، حاولي ان انت ترفعي من قيمه اهلك. الاهل دايما يا جماعه بيبقوا صح، بيبقوا حاسين اللي احنا مش حاسينه. احنا مرايه الحب بتبقى عميانه. بلاش ان انتوا تنخدعوا باسم الحب، تنخدعوا في اشخاص لا بيحبوكم ولا بيبقوا خايفين. حتى لو بيحبوكم، اللي بيحبك يدخل البيت من بابه. اللي بيحبك يخاف ان هو يخسرك، يخاف ان هو يجرحك. لو هو بيحبك مش هيطلب منك ان انت تهربي وتسيبي بيت اهلك. هو ده اللي المفروض تعمليه، ان انت ما تمرمطيش سمعه اهلك في الارض ولا خليهم يدفنوا راسهم في الطين بسببك. ليه؟ وتضيعي شرفك وسمعتك وتضيعي. انت كده انت ضيعتي خلاص، لا هتقدري تروحي لاهلك ولا هتقدري تعملي اي حاجه. وعايزه اقول لكم انا اخدت رقم اهلها منها رقم ابوها واتصلت عليه، رد عليا قال لي انا ماليش بنت، انا بنتي ماتت. هو ده اللي قالهولي، وقال لي خلاص استحاله انا هاخد عزاها وخلاص على كده وماليش. واتحايلت بعد محايلات طويله وبرضه مفيش فايده للاسف. خلاص ولو شفتوا نظرة يعني نبرة صوته الحزن والكسرة اللي هو فيها بسبب بنته، والله العظيم ما هتصدقوا بجد. يعني ليه تمرمطوا اهاليكم؟ ليه تعملوا فيهم كده؟ اهلكم ما يستاهلوش كده. الاهل بيبقوا عايزين احسن حد لاولادهم، عايزينهم ان هم يعيشوا احسن عيشه، عايزينهم يبقوا عايشين حياه كريمه، عايزين يبقوا ليهم معاهم زوج يطمنهم. وانت يا ابن الناس لو انت ما قدرتش تحافظ على البنت اللي انت بتحبها، بلاش تمرمطها، بلاش
تقل منها. بلاش تقول لها ان هي تهرب من اهلها. ليه؟ انت هيجي لك يوم وهيترد لك في عرضك وشرفك. لو ما كانش اختك هيبقى امك، ما كانش امك هيبقى بنتك لما تتجوز. فاتقوا الله، اتقوا الله في بنات الناس، وانت اتقي الله يا بنت الناس في نفسك وفي سمعتك وفي كرامتك وفي اهلك. حافظي على نفسك، بلاش تهربي مع شخص لو هو بيحبك وبيخاف عليك يجيلك يتقدم لك. لكن الهروب، الشخص اللي يقولك نهرب، ابعدي عنه فورا. اعرفي ان هو لا بيحبك ولا عايزك، حتى لو انت بتموتي فيه ابعدي عنه، واطلبي من ربنا ان هو ينسيكي الشخص ده، ان يعوضك خير، ان قربي من ربنا، صلي، ادعي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اكيد رايد لنا خير. فربنا يسترها على البنات جميعا. ودي كانت مشكلتنا النهارده. وان شاء الله لو في اي حد عنده رسائل او عنده مشكله يبعتها لنا على رسائل الصفحه، وطبعا هننزلها بدون ذكر اسماء. احنا بننزلها للتوعيه، وبننزل علشان خاطر مفيش حد ولا في بنت ان هي تقلل من نفسها ولا من كرامتها ولا من سمعتها. فاي حد ليه اي استفسار او اي رساله يبعتها لينا على رسائل الصفحه. كنت معكم امل ماهر في برنامج الخلاصه.